تعليق تاريخي من كابتن محمد أبو تريكة على مباراة فرنسا وانجلترا وفوز المنتخب الإنجليزي 6-4 في مباراة مجنونة، في مباراة تاريخية، في أمتع مباراة في كأس العالم تقريبا على مدار التاريخ. حيث أبو تريكة كان له تعليق على المباراة وما حدث والأهداف والمهرجان الأهداف وفوز انجلترا ومستوى مبابي وبيلينغهام. حيث قال أبو تريكة تصريحات مهمة جدا جدا. اعمل اللايك، اعمل الشير في كل مكان لتصريحات أبو تريكة، حيث قال تريكة: ما شهدناه بين انجلترا وفرنسا لم يكن مجرد مباراة كرة قدم، بل كان عرض هجومي استثنائي من المنتخبين، حيث امتلأت المباراة بالأهداف والفرص والإثارة حتى صافرة النهاية. منذ الدقائق الأولى دخل المنتخب الإنجليزي اللقاء بثقة كبيرة، معتمدا على الضغط العالي والسرعة في التحول من الدفاع إلى الهجوم. هذا الأسلوب أربك المنتخب الفرنسي وجعل إنجلترا بتفرض شخصيتها على المباراة في فترات طويلة. في المقابل لم تستسلم فرنسا، بل حاولت العودة في أكثر من مناسبة، مستفيدة من المهارة الفردية للاعبيها، وعلى رأسهم كيليان مبابي الذي أكد مرة أخرى أنه من أخطر اللاعبين في العالم عندما تتيح له المساحات. ولكن ما ميز إنجلترا في هذه المباراة هو الفاعلية أمام المرمى. الفريق لم يحتاج إلى عدد كبير من الفرص حتى يسجل، بل استغل معظم الفرص التي سنحت له، وهو ما صنع الفارق في النتيجة. ومن أبرز نجوم اللقاء كان بوكايو ساكا الذي قدم أداء رائع وساهم بشكل مباشر في انتصار منتخب بلاده بتسجيله 3 أهداف، ليؤكد أنه أصبح أحد أهم عناصر المنتخب الإنجليزي في المباريات الكبرى. كما ظهر جود بيلينغهام بمستوى مميز في وسط الملعب، حيث كان حلقة الوصل بين الدفاع والهجوم، وساهم في بناء العديد من الهجمات الخطيرة، بينما قدم تيكلان رايس مباراة كبيرة دفاعيا وهجوميا، وأثبت قيمته كقائد حقيقي داخل الملعب. أما فرنسا فرغم تسجيلها 4 أهداف إلا أن مشاكلها الدفاعية كانت واضحة للغاية. الخط الخلفي ارتكب أخطاء عديدة في التمركز والرقابة، وهو ما استغله إنجلترا بأفضل شكل ممكن. المنتخب الفرنسي امتلك الجودة الهجومية، ولكنه افتقد التوازن بين الدفاع والهجوم، وهو ما كلفه استقبال 6 أهداف، وهو رقم نادر في مباراة بهذا الحجم. في النهاية أثبت المنتخب الإنجليزي أنه يمتلك شخصية قوية وقدرة كبيرة على اللعب تحت الضغط، ونجح في تقديم واحدة من أفضل مبارياته في البطولة، بينما خرجت فرنسا رغم الأداء الهجومي الجيد بسبب الأخطاء الدفاعية التي كانت السبب الرئيسي في الهزيمة. في رأيي هذه المباراة كانت من أكثر مباريات كأس العالم إثارة ومتعة، لأنها جمعت بين القوة الهجومية والسرعة والندية وكثرة الأهداف. وإذا حافظ المنتخب الإنجليزي على هذا المستوى سيكون منافس قوي على أي بطولة قادمة، بينما تحتاج فرنسا إلى إعادة تنظيم دفاعها حتى لا تتكرر مثل هذه الأخطاء في المباريات الكبرى، مع طبعا المدير الفني الجديد زين الدين زيدان. مباراة انتهت، ولكن الجماهير ستذكرها طويلا بسبب الإثارة وتقلب الأحداث والمستوى الهجومي الرائع الذي قدمه المنتخبان.